بيبدأ مسلسلنا بكيم وهي قاعدة مع يون وبيتكلموا وبتعترف له بحبها، وبنشوف انه زي ما يكون قاعد كده كأنه روبوت بيتحرك بحساب وبيتكلم بطريقة غريبة جدا، وبتطلب منه انه حتى يقعد معاها على نفس الترابيزة، لاننا بنكتشف انه قاعد على ترابيزة تانية احتراما ليها لانها معلمته، وبتقول له انها بتحبه، لكن هو ما كانش بيرد عليها غير بجملة واحدة بس: انا بخير. بتتجنن كيم جدا لان يون مش شايفها غير معلمته، وان علاقتهم مش قايمة غير على كده وبس، ومش قادر يشوفها غير كده. وبنروح لمكان تاني وبيكون في ناس كده باين عليهم ان هم ماشيين في سكة غلط وبيعملوا مزاد، وفجأة بيسمعوا صوت جاي من بره، وبيطلعوا بيلاقوا يون اللي هو كان معانا من شوية ماسك شوية ناس وبيديهم علقة محترمة وبيختفي. ولما بيجي البوليس وبيسأل واحد من رجالة التجار المفتش بارك مين ده، بيعرف ان ده شخص جاي من قرية اسمها سيونجسان، وده علشان يقبض على كل الحرامية وعلى كل اللي بيعملوا حاجات غلط. وبنروح للقرية دي وبنعرف عنها انها ناس لسه محتفظين بالزي الرسمي ليهم في البلد، وان ممنوع اي حد يكون لابس غير كده، وانهم محافظين برضه على تراثهم وتقاليدهم بشكل سليم. بيجي بعد كده يون وبيتكلم مع المعلم بتاعه وبيقول له انه عارف ان لوحة دانون وهمية، وانه شاف ناس بتبدلها، وانه عارف طريق سرهم فين وهو في سيول، وبيطلب من المعلم انه يسيبه يروح يجيبها، وبيوافق فعلا المعلم. بتظهر بقى بعد كده يونا اللي بتكون بتتدرب لوحدها على فنون القتال، وبياخدها شين وبنكتشف ان هي اللي بتساعده في اي حاجة، وانها هي اللي هتكون رفيقته في الرحلة لسيول. بنروح بقى لسيول وهناك بنلاقي كيم، وبتكون دلوقتي بتشتغل مساعدة لمصممة ازياء وهي هيانج، ودي شخصية مش بتحب كيم لانها عارفة انها شاطرة في التصميم ومش عايزاها تاخد مكانها، يعني بمعنى اصح بتحط عليها في الرايحة والجاية. وبتكون كيم مستحملة كل ده علشان حاجة واحدة بس، وهي دو يونج اللي بنلاقي ان معاملته ليها لطيفة جدا وبيساعدها وبيحب يشوفها. وبعدها كيم بتتصف في ايديها، ولما بيشوفها دو يونج بيساعدها وبيحط لها لزقة كنوع من انواع الحب. وبنشوف نظرات الاعجاب رهيبة في عيون كيم اول ما بيظهر يونج. وفي البيت عند كيم بنعرف ان هي عايشة مع اخوها هاك بعد ما ابوهم سابهم وهرب، وده بسبب كرههم ليه خاصة كيم. وبيكون عندها مكنة خياطة بتتعلم عليها وبتعمل حاجات يدوية وبتعرضها على النت علشان تحقق شهرة، وبتكون مبسوطة وهي بتعمل كده، وبتكون بتطمح انها تشترك في المسابقة العالمية وتكسب فيها علشان تحقق حلمها. واخوها بيكون شخص سلبي ومش بيفكر في اي حاجة غير الاكل وانه قاعد كده وبس، بروتة يعني. المهم بتعمل كيم هدية ليونج وبتصورها وبتنزلها على مواقع التواصل، وبيجي لها رسالة من اكونت وبيعجب جدا بشغلها. ولما بيلاقيها اخوها بتعمل هدية عيد ميلاد يونج بنفسها وهتديها له، بيقول لها انها اكيد يعني مش هتعجبه، لكن هي بتقول له ان يونج شخصية لطيفة جدا وهتعجبه وانه هيحتفظ بيها كمان. بتروح كيم بقى بعد كده علشان تدي يونج الهدية وبيفرح بيها جدا يونج، لكن في الوقت ده بتظهر مديرتهم وهي هيانج اللي بتكون بتحب يونج وبتحاول انها تقرب منه. اما بقى عند يون في المطار بيكون قاعد هو ومساعدته يونا مستنيين ميعاد الطيارة علشان يسافروا لسيول، وفي اثناء انتظارهم بيشوف يون بنت صغيرة قاعدة بتعيط، ولما بيعرف انها عايزة تسافر لكن مش معاها تمن التذكرة بيديها تذكرته، وبيقول ان ده هو اللي اتعلمه انه يساعد اي حد محتاج، وده بيظهر الطيبة اللي جواه واصله نضيف اللي هنشوفه كتير جدا قدام. بيضطر بقى ان هو يستنى شوية كمان علشان ياخد الطيارة اللي بعدها، وهما في الاستراحة بنلاقي ان تعامل يون مع كل الحاجات الحديثة صعب جدا، وده بسبب طبيعة القرية اللي هو كان فيها وانه غايب على المدينة بقاله سنين. بيوصل بقى بعد كده يون ويونا لسيول، وبيقول يون انه بقاله كتير جدا ما جاش هنا. بتسأله يونا عن المكان اللي هيقعدوا فيه، فبيقول لها يون انه قال لصديق ليه هنا يجيب له شقة، وفعلا بيوصلوا للمكان. وبالليل بيروحوا هما الاتنين علشان يدخلوا المكان اللي هم اصلا جايين علشانه، ولما بيحاولوا يدخلوا بيرفض الامن يدخلهم، وده بسبب لبسهم وانه غير لائق مع المكان. بيبص يون وراه بيلاقي يونا غيرت لبسها للبس ملائم، وبتقول له انها مستعده تضحي باي حاجه علشان المهمه اللي جايين علشانها، كله في سياق خدمه قريتهم. بتحجز بعد كده كيم ليونج مكان علشان يتعشوا فيه، وبيكون المكان ده من اغلى الاماكن في سيول، وبتعصر على نفسها ليمونه وبتدفع لانها بخيله شويه. ولما بتعزم يونج بيقول لها انه جاله تليفون من عيلته لانه كان وعدهم انه يحتفل معاهم الليله دي، فبتسيبه كيم يروح، لكن بتكون زعلانه جدا اكيد. ولما بتتصل بالمطعم علشان تلغي الحجز بيرفض المكان وبيقول لها ما ينفعش. بتكون هتتجنن كيم وبتقعد تفكر اخد منه ونروح اخد منه ونروح. المهم بتاخد اخوها معاها وبيقعدوا ياكلوا هناك، وبيسيبها اخوها، وفي اثناء ما هي كانت قاعده ومش واعيه خالص بتسمع صوت يونج في الترابيزه اللي وراها، فبتبص بتلاقيه قاعد مع مديرتهم هيانج، يعني ما كانش عيلته اللي وعدهم ولا حاجه. بنكتشف ان يونج اصلا بيحب هيانج وبتقابله في السر من غير ما حد في الشركه يعرف، وبتتصدم كيم من اللي سمعته وشافته. اصل ازاي يعني وهو المفروض بيحبها وبيتعامل معاها حلو قوي بالشكل ده. بتمشي وراهم وبتفضل تصرخ فيهم وبتطلب منه ان هو يقلع القميص اللي كانت جايبهوله، ولما بيزقها يونج وقبل ما تقع على الارض بيجي المنقذ بتاعنا وهو يون اللي بيمسكها، وبيفضلوا باصين لبعض حبه حلوين. دلوقتي بقى كيم حبت وانجرحت،
المفروض تعمل ايه؟ ايوه بالظبط كده، تبدا الموف اون. بتكون كيم بقى في شقتها بتشغل اغاني وبتنهار مع نفسها، ولما بتنزل تجيب حاجات من السوبر ماركت وهي حالتها زي الزفت بتشوف يون تاني وبيقول لها انها ممكن تكون مش فاكراه، وبيقول لها انه يعرفها من سنين وانها صاحبه فضل عليه، لانه لما كان عنده 16 سنه وجه هربان من قريته علشان يتعلم في المدينه كان الكل بيتريق عليه بسبب لبسه وطريقته ما عدا هي، وكانت هي اللي موجوده جنبه في الفتره دي. بتفتكره كيم فعلا لكنها بتتكسف منه جدا بسبب الحاله اللي هو شافها فيها، وبعد ما بترحب بيه بتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بتتصدم كيم لما بتصحى من النوم وبتلاقي يون جارها في الشقه اللي جنبها، وبنعرف ان اخوها هو اصلا صديقه اللي لجأ له علشان يلاقي له مكان يسكن فيه، وبيختار له الشقه اللي جنبهم. نبيه جدا من يومه. بتفضل كيم بقى تتهرب من يون اللي بيكون بيعاملها بكل احترام وتقدير، بس يعني بيكون احترام اوفر شويه او شويتين كمان. بيكون يون مصمم ان هو يدخل المكان اللي منعوه من دخوله بسبب لبسه الغريب، لكن بيرفضه تاني، وواحد بس هو اللي بيلجأ له يون في المواقف دي، وهو هاك اخو كيم، وبيطلب منه ان هو يخليه يغير ستايل لبسه علشان يدخلوه المكان. وفعلا بياخده هاك وبيفضل يخليه يقيس في اللبس لحد ما بيختار حاجه تليق عليه. وبنرجع للشركه اللي شغاله فيها كيم وبيطلبوا هيانج ويونج مكان علشان يتقابلوا فيه، وبتوافق كيم لكن بتفكر ازاي تاخد حقها منهم، وبتقرر انها تعمل حركه ذكيه جدا وهي انها تدفع لكل فريق العمل اللي موجود في الشركه على حساب يونج. وهنا بنشوف الصدمه باينه عليهم لما بيدخلوا المكان هو وهيانج وبيشوفوا كلهم مستنيينهم ومبسوطين انه عمل كده. وبعد ما يوم بيغير ستايل لبسه اول حاجه بيروح يعملها هو ان يدخل المكان اللي نفسه يدخله من اول ما جه المدينه، وفعلا بيدخل وكمان من مدخل كبار الشخصيات. اللبس برضه بيغير وبنشوف كيم بترقص هناك وكانت مش واعيه برضه، مكتوب لها ان هو يشوفها في الحاله دي وتتكسف منه اكتر. وخلال وجود هاك في المكان بيتعرض له حد هناك، ولانه شخصيه ضعيفه جدا وبعيده كل البعد عن الاكشن والضرب بيتضرب، وبتشوف يونا وبتدافع عنه. وهنا صابت هاك اللعنه بقى ووقع في حبها. بيكتشف صاحبنا يون بقى ان الراجل اللي هو كان عايزه بيدور عليه عنده حرق في ايده، وده من خلال الصوره اللي بيلتقطها حد من اللي كانوا موجودين هناك وبتظهر فيها ايد الراجل، وبيكون ماسك المفاتيح الخاصه بعيلته. وبيخاف يون على الراجل ده من الموت بسبب انه صور الشخص اللي هو عاوز يوصل له، وبياخده القريه وبيخبيه هناك. لكن خليك فاكر الراجل ده كويس جدا، وهو بالمناسبه اسمه تشيل. بنعرف بقى ان يون شاكك في حد من قريته وانه حد يعرفه بسبب الحريق اللي قام في القريه من سنين واللي تسبب في موت ابوه. وبنرجع وبنشوف يونج اللي بيروح لكيم وبيطلب منها انها تسامحه، وبتستغرب كيم وبيطلب منها انها تسيب الشغل، وانه هو اعتذر لها على اليوم اللي عرفت فيه انه بيوعد يانج. فبتتصدم كيم، ومن خلال كلامهم سوا بينفعل عليها يونج وبيجي في اللحظه دي منقذها يون وبيدافع عنها. وعلى الرغم من ان كيم شافت يون بيدافع عنها وبيظهر في الوقت اللي هي محتاجاه فيه، لكنها بترفض مساعدته وبتبعده عنها، وبيحسوا بالذنب تجاه بعض الاثنين. وده لان يون حس ان هو ضايق معلمته، وده شيء غير لائق تماما انه يحصل بين تلميذه ومعلمته. لكن هيعمل ايه؟ ما هو ما يقدرش يضايقها كمان ويقرب منها بعد ما طلبت منه انه يبعد عنها. المهم بيقرر ان هو يكون منقذ خفي في حياتها لو احتاجته. وبتروح كيم الشركه وبتكتشف ان هيانج سرقت تصميماتها من خلال هديتها ليونج، ولما تواجه الموظفين مش بيصدقوها، فبتوريهم انه ملكها هي وصوره التصميم اللي نزلتها على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن محدش برضه بيصدقها وبيتعاطفوا كمان مع هيانج. وهي راجعه بقى للبيت بتكون منهاره، وبتكون الدنيا بتمطر وقتها وبيقع حاجتها منها على الارض. ولما بتيجي تجيب الحاجه بتلاقي بطلها الخفي ظهر وحماها بالمظله من المطر. وبتحاول كيم انها تثبت ان هيانج سرقت تصميمها، وقبل ما تيجي المديره تطرد كيم بتستقيل كيم، وبتكون كانها اول مره تتمرد على حد. وفي الوقت ده بتظهر كاميليا، ودي اللي كله بيحلم انه يشتغل عندها في الازياء، وبنلاقيها بتتجه ناحيه كيم وبتعينها مصممه ازياء ليها، وده وسط صدمه كل اللي موجودين وان ازاي يعني تختار كيم. بتعرفها كاميليا انا اللي كتبت لك كومنت على التصميم الاخير ليكي، بس طبعا يعني ما كانش باسمها. وطبعا كل ده كيم بتكون مش مصدقه ومصدومه من كل اللي بيحصل، وان ازاي في لحظه بعد الظلم اللي اتعرضت ليه تتعوض بحاجه زي دي. وعند هاك بيكون عايش قصه حب في خياله مع يونا اللي ظهرت فجاه ودفعت عنه واختفت، وبيلقبها بالمراه القويه لانه ملحقش يعرف عنها اي حاجه، وكان قاعد بيرسمها وبيتمنى انه لو يقدر حتى يشوفها تاني. ولما بيطلع البلكونه بيشوف يونا راجعه من بره مع يون، فبيعرف ان هم اصحاب او ليهم علاقه ببعض. وبسبب البرد اللي اتعرض ليه يون في الليله اللي شاف فيها كيم وحماها من المطر بيتعب وبيكون قاعد في الشقه لوحده. ولما بيروح له هاك علشان يساله على يونا بيلاقيه مش بيرد عليه، وبيدخل يشوفه وبيلاقيه تعبان جدا وفاقد الوعي. فبيتصل بكيم يعرفها، ولما بتعرف ده بتروح له وبتهتم بيه وبتعمل له اكل لحد ما بيستعيد نفسه تاني. وهي عنده في الشقه بتشوف عنده الصوره اللي اخدها وبيدور منها على الراجل اللي عنده جزء محروق في ايده. لكن اهتمام كيم بيكون غير كده تماما، لانها بتشوف سلسله بتفكرها بعدين بوقتها اللي قضته في قريه سيونجسان. وبتطلب كاميليا من كيم انها تثبت نفسها في المكان وانها تكون قد المسؤوليه وتجيب لها حاجه من التراث القديم. وبتفضل كيم تدور وتبحث، لكن كل مره بترفض كاميليا اللي جايباه كيم، لحد ما بتشتغل على تصميم استوحته من الصوره اللي شافتها عند يون. وبيخرجوا كيم ويون سوا، ولما بتقول له في الاخر هتسيبه علشان تروح تجيب له دواء بيمسك كده وبيخاف انها تتخلى عنه في اللحظه دي، وبتكون بتقول له كده علشان تمشي وما ترجعلوش تاني. فبتقول له يقعد يعد لحد 100 وهيلاقيها
عليها جت تاني. ولما بيبدأ يعمل كده فعلا بيفتكر مشهد حصل زمان خلى عنده عقدة وخوف من لحظات الوداع دي، وهي ان امه واخته سابوه وهو صغير جدا وقالوا له برضه ان هو يفضل يعد لحد 100 وهم هيرجعوا، ولحد دلوقتي طبعا ما رجعوش وسابوه وتخلوا عنه. بتتصل كاميليا بقى بكيم اللي بتكون جابت ليون الدواء ورايحه له، وبتطلب منها انها تجيلها تتعشى معاها، واللي بيكون معروف اصلا على كاميليا انها ما بتحبش حد من اللي شغالين معاها انه يرفض ليها طلب. فدلوقتي طبعا كيم في حيره، هل هتروح لمديرتها ولا ترجع ليون اللي مستنيها؟ بيفقد يون الامل بقى وبيكون لسه هيتحرك علشان يمشي، لكن بيلاقي كيم بتنادي عليه، وكده طبعا عرفنا كيم اختارت مين. وبنبدا بقى نشوف قصه الحب اللي بتتبني بين كيم ويون، وبيقضوا يوم سوا في المدينه من خلالها بيقربوا من بعض وبيتعرفوا على حاجات كتير جدا في المدينه بيكون مش عارفها، بحكم طبعا ان هو دايما كان في القريه ما بيطلعش بره عنها. وبتيجي بقى دلوقتي كاميليا واللي طلباتها ما بتخلصش، وبتطلب من كيم انها تروح قريه سيونجسان وتقابل هناك شخص اسمه شينجيون، وده بيكون اصلا هو جد يون. ولما بتروح علشان تدخل القريه وتقابله بيرفض الامن دخولها نهائي من على البوابه لاسباب هنعرفها بعدين. ولما بيظهر يون وبيشوفوه الامن بيوافقوا ان هم يدخلوها علشان هي معاه، وبتقول له انها عايزه تقابل الشخص ده، فبيسهل لها الموضوع وبيخليها تقابله فعلا. بصراحه كده لما بيكون يون معاها كل حاجه بتكون سهله وماشيه حلو جدا. بتوصل كيم بقى لشين وبتديله الصندوق اللي طلبت منها كاميليا توصله له، وبتقول له انه من مديرتها كيم، فبيتصدم لما بيسمع اسمها. وبنرجع بالزمن بقى لسنه 1987 في باريس، لما بنكتشف ان شين اصلا كان على علاقه بكاميليا وحبوا بعض وافترقوا بسبب ان شين كان مهتم جدا بامور قريته وما يقدرش انه يكون معاها. وفعلا بيودعها وبيديها قلم هديه وبيقول لها انه هيفضل مستنيها طول العمر، ولو هي في يوم حبت انها تشوفه تبعت له القلم ده بس كطلب منها انها محتاجاه. وفعلا بيكون الصندوق فيه القلم، فبيستغرب هي عايزه ايه بعد كل السنين دي. وبنشوف واحده اسمها يي مستنيه يون عند باب شقته، ولما بتشوفها كيم بتبان غيرتها على يون لما بتحس انها حبيبته اللي سابها وانها ظهرت تاني دلوقتي وعايزه ترجع له. لكن يون مش بيكون مديها الوش نهائي ومش بيكون متقبل اصلا وجودها، وكيم بترجع تاني تموف اون من علاقه ما دخلتهاش اصلا، وهي علاقتها بيون اللي انتهت اصلا قبل ما تبدا. مفيش وراها غير موف اون في المسلسل ده. بتحاول يي بقى انها تتعرف على كيم، وهنا بتقول لها انها اخته. بتتغير معامله كيم فجاه ليي من عدم تقبل ليها، الحب حصل فجاه، وده علشان طبعا عرفت انها اخته مش حبيبته اللي هتدمر علاقتها بيه. وبتعرفها يي ان يون رفض وجودها بسبب حاجه، وانها جايه بعد كل السنين دي تصلحها له، وانه مصيره يسمعها في يوم من الايام ويفهم. وبتقول لكيم انها ما شافتش اخوها مبسوط قبل كده زي ما شافته مبسوط معاها النهارده، وده لان يي كانت مراقباه طول الفتره اللي فاتت من بعيد علشان ما يحسش بيها. بتتبسط طبعا كيم من الكلام ده وان فعلا احساسها في محله، وان يون معاملته ليها مختلفه ومميزه. بنروح بقى لكاميليا اللي بيجي لها رساله من شين انه رافض يقابلها، فبتتعصب وقتها وانه ازاي يرفضها. لكن صاحبتها ما بتسكتش وبتلبس هدومها وبتروح له بنفسها. وفي عز كل الدوشه دي بقى بنشوف هاك اللي مازال بيجري ورا يونا، لكن هي بتكون بتحاول تبعد عنه، بس بيحصل اللي ما كانتش يونا عامله حسابه، وهو انها بتقرب من هاك وعلاقتها بيه تتحسن من غير ما تحس، وده لانها كانت مش في وعيها مش اكتر يعني. وبعد كده بقى بنشوف واحد اسمه جون. تعال اقول لك بقى مين ده. جون من قريه سيونجسان برضه، هو كلهم اصولهم غالبا من هنا واتقابلوا في المدينه بعد السنين دي. بنشوف فلاش باك بقى لجون ومعامله شين السيئه ليه، وانه كان بيضطهده وخلاه يمشي من القريه بسبب كده، وانه عقده من صغره. وبنعرف ان جون فتح مطعم في المدينه، وبنرجع لدلوقتي بقى في مكان قاعد فيه جون وبيشوف يي، وبتكون بتتعامل في المطعم اللي شغاله فيه باهانه. ولما بيتعرف عليها وبيفتكرها بيستغرب هي ازاي بتشتغل وهي كانت شخص مهم جدا في قريتهم، وبتطلب منه ان هو يشغلها عنده في المطعم الخاص بيه، وبتكتب له رقم تليفونها في ورقه. وبنعرف بقى انها اصلا شرطيه وشغاله مع نفس الناس اللي شغال لحسابهم اخوها يون، وانها بتعمل كده كمهمه رسميه علشان تدخل مطعم جون. وبعد كده بقى بتظهر واحده في المستشفى بنعرف انها ام يون، وبنكتشف انها اساسا مريضه سرطان. المهم بقى لما يقوم بيلاقي ان كيم زعلانه عشان جده رفض طلب كاميليا وده هيأثر على حلم كيم، بيقرر ان هو يساعدها كالعاده، وانه ما يقدرش يشوفها زعلانه، وانه لازم يحقق لها كل اللي نفسها فيه. فبيقترح عليها ان جده مش هيوافق على قرار فتح البوابه للغرب الا في حاله موافقه اهل القريه بنفسهم، وبياخدها وبيروحوا فعلا على هناك وبيحاولوا يقنعوا الناس، لكن بيلاقوا الرفض الشديد منهم. وبيسيبها يون وهي بتاكل، وهنا بتتعرف كيم على سي رينج، وبتقول لها انها خطيبه يونج ومراته مستقبليا يعني. البنت دي كل شويه تظهر لها واحده تعوز تاخده منها. المهم وقتها بيدخل يون اللي باين عليه اصلا انه رافض الجواز منها، وبترجع تاني كيم لقصه الحب اللي عايشاها مع يون في خيالها، وبيطلب منها يون ان كفايه لحد كده ويرجعوا تاني للبيت. بنصحى بقى على خبر مفزع بيغير حاجات كتير جدا، وهو ان منتجات قريه سيونجسان مزيفه وقصايه غضب كل اللي بيصدر لهم من المنتجات دي، اذا كانت من اكل او شرب او حتى حاجات تتلبس. وبيقرروا الناس انها تقطع المنتجات كلها، وده طبعا بيسبب حاله من الذعر والخوف في قلوب اهالي القريه. مين بقى اللي عمل كده وده لمصلحه مين؟ ايوه هي بعينها كاميليا، طبعا علشان يوافق شين على طلبها في انه يقابلها ويوافق انه يفتح لها البوابه. نسيب بقى كل العبث ده ونروح لعبث كلنا بنحبه، وهو كيم اللي بتكتب رساله ليون وبتبعتها له في البريد،
جديد. لكن هاك الذكي بقى بيقرر ان هو وقتها يظهر شجاعته في الوقت الغلط، وبيعترف بحب ليونا في رساله برضه، وبتتبدل طبعا الرسائل في بعض، وبتبعت كيم ليون انها بتحبه. بتتوقع كيم ان يون قرر الرساله وبتتكسف جدا من نفسها. المفروض اصلا تكون اتعودت انها تتكسف من اللي بيحصل من تصرفاتها في علاقاتهم. وفي عز اللخبطه اللي حاصله في القريه، بتقرر كاميليا انها تستغل الفرصه وبتعلن في المؤتمر الخاص بيها ان عرض الازياء الجديده هيكون في قريه سيونجسان. وهنا كله بيتصدم من كلامها، وبيبان قصاد شين انها بكده انقذته من اللي حصل وكلام الناس عليهم ومقاطعتهم ليهم. وبتعلن عن كيم انها هتكون مصممه الازياء الخاصه بيها في باريس، وبكده هتكون كيم حققت حلمها اللي بتسعى ليه من البدايه. ولما بيسمع يون كده بيواجه كيم وبيسالها انها كده هتمشي بعد ما العرض يتم، فبتقول له اكيد ده حلمي. فبيحس انها هتتخلى عنه زي امه واخته بالظبط زمان، وقبل ما ده يحصل بيقول لها تبعد عنه. بنرجع فلاش باك بقى من 7 سنين لما يون جه للمدينه، ومنساش امه كان بيدور عليها، ولما لقاها اخيرا رفضت تقابله. علشان كده الواد دلوقتي عنده تروما من كل الناس وبيبعد عنهم. بنرجع بقى للحاضر وبنشوف ان جون قرر يتصل بيه ويشغلها عنده. وخليني اقول لك برضه ان جون ويي كان في بينهم قصه حب وهم صغيرين، لكنها انتهت بدري بكره جون للقريه والجد يي. وبتستغرب كيم هو ليه يون قرر ان هو يبعد عنها، وبتروح له وبتقول له لو زعل بسبب الرساله اللي هي سابتها له فهي مش قصدها. لكن بتكتشف ان هو اصلا ما قراهاش، وبيعتذر لها يون على اللي حصل منه، وبيقول لها اللي تقول عليه علشان تسامحه هو هيعمله. فبتطلب منه ان هو يقضي معاها يوم في المدينه، وبتطلب منه يحقق لها 3 امنيات. وبنيجي عند 3 امنيه وبتتاجل لتاني يوم، وهنعرف دلوقتي الامنيه. المهم بيجي اتصال ليه وبيخليها تنهار وتخاف، ووقتها بتلاقي في وشها كيم اللي بتاخدها وبتوصلها للمستشفى. وبنشوف ان امها بتتعب اكتر على اليوم اللي قبله، وانها ممكن تموت في اي لحظه. ولما بتعرف كيم ان يون رافض يشوف امه وان هي بتتمنى انها تشوفه، بتبعت له رساله ان 3 امنيه ليه هيجيلها على المكان ده. اصيله والله يا كيم. ولما بيوصل بقى وبيلاقي نفسه قصاد امه، بيفتكر انها اتخلت عنه زمان وبيرفض ان هو يقابلها وبيمشي. بتسوء حاله امه اكتر، وبنعرف من الدكتور ان دي اخر ايامها وهيكون الوداع الاخير ليها. وكيم بتبعت الكلام ده ليون على امل منها ان هو يشوف مامته لاخر مره. وبعدها بتوصل كاميليا للقريه، ولما بتكون بتحاول تتقرب من الاهالي هناك علشان شين يوافق، بتلاقي العكس تماما، وهو انهم بيكونوا رافضينها ورافضين وجودها. والله هي وجودها اصلا عامل ازمه في كل مكان مش في القريه بس. بنشوف بعد كده ان علاقه يونا اتحسنت كتير بهاك، اللي مع الوقت بيقربوا من بعض وبتظهر علامات الاعجاب من يونا. لكن كده كده هاك اصلا واقع من اول لحظه. ولما بيحس يون بالذنب وده بسبب طبيعته الطيبه اصلا وانه مفتقد امه، بيقرا رساله كيم وبيروح يشوفها فعلا. لكن بيلاقيها حالتها صعبه، فبيقول لها انه زي ما اتخلت عنه زمان هو هيعمل كده دلوقتي، وانه مش هيقدر يسامحها. وبعد ما بيمشي من عندها بتموت امه على طول، وكانها كانت مستنيه تشوفه. وبتنهار يي في العزا بتاعها بيروح يحضر يون، وبيقول لاخته انه جاي علشان الواجب بس مش عشان حاجه تانية. وبتديله يي صندوق سايباه امه ليه، وبياخده. لكن بيقرر ان هو ما يفتحوش لانه مش مهتم باي حاجه تخصهم. لكن الفضول طبعا بياخده برضه وبيفتحه، وبيلاقي فيه لبسه وهو صغير، وسايبه له رساله محتواها انها ما سابتهوش بمزاجها، لكن بسبب جده شين اللي هو حماها يعني، اللي اتهمها انها السبب في موت ابنه. وهنا هيجي سبب رفضه لفتح البوابه. بنرجع بقى فلاش باك لام يون وهي بتطلب من حماها شين فتح البوابه للناس الغريبه، وانه يسيب ولادها اللي هم احفاده يختاروا اللي هم عايزينه يختلطوا بالناس بره. ولما شين بيوافق بفتح البوابه، بيكون الضحيه ابنه اللي هو ابو يون ويي، وبيموت من خلال النار اللي مسكت في المكان بسبب الاحتفالات. وبيطلب شين من ام يون انها تمشي وتسيب القريه وما تفكرش ترجع هنا تاني، وبيخليها تاخد معاها يي وتسيب يون وتنساه. بيقرا بقى يون الرساله وبيفضل يعيط لان كده امه راحت من غير ما يشوفها، وانه صدق كل اللي جده قاله انها اتخلت عنه على السنين مش مسامحها. وبيروح يون وبيواجه جده باللي عرفه، وبيقول له انه لا يمكن يسامحه بعد كل السنين اللي عاشها في الوهم ده وبعده عن امه، وانه من هنا ورايح هيعمل اللي بيحبه ومش هينفذ اوامره تاني. وبيوصل يون بقى للمفتش بارك اللي شغال معاه، وبيقدم استقالته من العمل لخدمه القريه. ووقتها بيشوف اخته يي، وبيعرف انها شرطيه سريه زيه بالظبط، وانها كمان شاطره جدا في شغلها. ولما بيقرر يون انه يعمل اللي بيحبه وما يفكرش في جده والقريه تاني، اول حاجه بيعملها هو انه بيغير معاملته للاحسن مع كيم، وبتظهر عليه علامات الحب. بتفرح جدا طبعا بالاهتمام ده منه، وانه بقى يتعامل معاها بشكل طبيعي مش رسمي. البنت من اول حلقه كانت بتتمنى انها تعيش اللحظه دي معاه، واخيرا وصلت ليها. بيهتم برضه جون بيه اللي بيكون غرضها منه انها تلاقي الشخص اللي عنده حرق في ايده، لانهم عارفين ان هو موجود عنده في المطعم واللي ممكن يكون هو اصلا. وبتتعاون كاميليا مع اهل القريه وبتساعدهم وبيحبوها فعلا. وخطه شين بتفشل في انه يخليها تيأس وتمشي من غير فايده. اما كيم بتكون ابتدت خلاص تقتنع ان يون حبها، لكن بتسمعه بيتكلم مع اخوها في ان مش لازم لما الواحد معاملته تكون حلوه مع حد انه كده بيحبه يعني. فبتبعد عنه كيم وبتتهرب منه تاني، مش مخليها تتهنى ابدا. لكن بيصلح برضه الامور بسرعه وبيروح لها وبيعترف لها بحبه، لانه ما كانش يقصدها هي بالكلام. واخيرا قال لها الحمد لله. بتبدا تاني قصه
الحب بقى موجودة معانا إنها تظهر بشكل أوضح، وهي علاقة يونا بهاك، وبتحس إنها بتغير عليه. وفي يوم الجمعة بقى وهو اليوم المنتظر اللي هيكون كل حاجة بتحصل فيه حرفيا، قد معايا بقى كده. أول حاجة وهو الحدث الأساسي الإعلان بشكل رسمي على عرض الأزياء الخاص بكاميليا اللي بتاخد الحاجات اللي عملتها في القرية علشان تطلع للنور وللناس. وتاني حاجة بقى وده فلاش باك، بيبقى موجود جون في القرية وخد حاجة من التراث القديم علشان يبدلها بالمزيف، وبيخبي الحقيقية في صندوق من الصناديق اللي خدتهم كاميليا، واللي بتكون مسؤولة عن توصيلهم لمكان الحفلة هي كيم. طبعا احنا عارفين هي فقرية في كل حاجة، واثناء بقى ما هي بتوصلهم بالعربية بيطلع عليها ناس يضربوها وبيسرقوا اللوحة الحقيقية. وبيوصل يون لكيم لانه كان معاها على التليفون وقتها وسمع كل حاجة، وبيفضل معاها لحد ما بتوصل للحفلة، ووقتها بتكون اخته هي من ضمن الجرسونات اللي هناك، وبتراقب اللي بيحصل كله علشان تقبض على العصابة اللي بتدخل للمكان. واثناء اشرافها عليهم بيحسوا بيها وبيضربوها، وبيدخل يون وبيجري وراهم هو والمفتش بارك. ولما بيوصلوا بيلاقوا ان جون ماسك شخص وبيقول ان هو ده اللي سرق الحاجه. لعب برضه الواد جون ده، وطبعا يون مش بيصدق كلام اللي قبضوا عليه بمساعده جون، وبيشك على اصراره انه مش هو اللي سرق المروحه الاصليه. وده بيخليه يروح بيت جون وبيدور في حاجته لحد ما بيلاقي فعلا رسمه المروحه الاصليه في دولابه، فبيتاكد ان جون ورا السرقه ومتهم اساسي فيها. وبسبب اليوم واللي حصل فيه وقتها والفضيحه اللي اتعرضت ليها كاميليا، بتفقد السيطره على اعصابها وبتحاول انها ترجع من تاني علشان عرض الازياء الخاص بيها. وبتدي اجازه لكيم وقتها اللي بتشوف انها فقدت وظيفتها، فبتكتئب من تاني وتنعزل في اوضتها كالعاده بتاعتها. لكن بيجي البطل والمنقذ بتاعها وبينقذها من الاكتئاب ده كالعاده بتاعته برضه. معرفش والله هي من غيره كانت هتعيش ازاي. المهم بقى بتجيلها كاميليا لحد البيت وبتقول لها انها تشتغل على التصميم بتاعها لان عرض الازياء هيتم في ميعاده عادي. وبيفضل يون شاكك في جون وبيفضل يراقبه، وبيروح له علشان يشتته ويخليه يغلط، وبيقول له ان فوني اللي هو الشخص المجهول اللي بيدوروا عليه ممكن ما يبقاش اللي هم قابضين عليه دلوقتي، واحتمال يكون لسه في المطعم بتاعه. وفعلا بيتوتر جون وبيروح علشان يلم حاجته علشان يهرب بيها، وبيكون مستنيه وقتها بره يون وبيفضل ماشي وراه. ولما بيوصلوا بيلاقيه رمى حاجه كده ملهاش لازمه، بس كان مقلب من جون اللي بيكون مكلم رجالته يروحوا في الوقت ده ياخدوا الحاجات المهمه اللي في المكان. ولما بيفوق يون بقى من العبط اللي في دماغه ده بياخد يونا وبيفضلوا يدوروا على واحد من العصابه، وبيوصلوا له فعلا وبيروح واخدها ورايحين لجون. وفي الوقت ده بتقترح كيم على كاميليا ان هم يوم عرض الازياء يجيبوا الاكل وقتها من مطعم قريه سيونجسان، وده طبعا مطعم جون. وبتروح كيم لاوضه جون علشان تتفق معاه، وبيرحب جدا بالفكره. ولما بيسيبها وبيروح يعمل مكالمه بتقوم كيم وبتتمشى في الاوضه وبتدخل لمكان غريب، وبنكتشف ان ده المكان الخاص بيه اللي فيه كل حاجه تخص شغله اللي في الخفا. وبيشك جون انها شافت المخبأ السري بتاعه وكده هتروح وتقول ليون على اللي شافته، فبيقترح عليها ان هو يوصلها للبيت علشان يخلص عليها غالبا. وهنا بيكون يون مع يونا في العربيه رايحين لجون، وبيشوف في العربيه اللي عدت من جنبهم جون وهو واخد كيم يوصلها. وبيتصل يون بكيم وقتها وبيطلب منها انها تنزل من العربيه لانه قريب منها وياخدها في طريقه. ولما بيحس جون انه متراقب بيسيبها فعلا تنزل وتمشي. بتنزل كيم بقى وبتنزل لها من العربيه يونا، لكن يون خدها جري ورا جون بالعربيه، وده علشان يحسس جون انه مش هيسيبه ومش هيسمح له ان هو يأذي حبيبته كيم. وبيفكر جون يا ترى يعمل ايه ويروح على فين. وبيوصل القريه وبيقابل شخص اسمه لي، وده بالمناسبه ابو ريسينج اللي المفروض تتجوز يون. وبيعرض جون على لي انه يساعده ان هو يحكم القريه مكان شين مقابل خدمه صغيره هتساعد في ان هو يشيل شين من الحكم، لكن بيرفض لي وبيخرجه بره. بيخرج بقى جون وبيحس ان كل حاجه هتتهد، وبيجيله مكالمه من فوني وبيساله على اخر التطورات، لكن جون مش بيكون عنده اي اجابه. وبيروح ليه وبيسال شين عن سبب تاخر جواز بنته من يون، وبيقول له شين ان ده اختيار يون وهو مفيش حاجه في ايده يعملها. فبيغضب ليه وبيروح يتصل بجون وبيقول له ان هو موافق على عرضه، وده علشان يكسر شين زي ما كسر قلب بنته. بيرجع بقى الامل يتجدد في جون من تاني، وبيوصل للي الصندوق اللي هيجيب شين للارض، وبيتصل بفوني وبيعرفه جون المكان اللي هيقابله فيه دلوقتي. لكن بيطلع مقلب من يون ويي وبيكونوا مراقبين جون وبيوصلوا له قبل فوني. ولما بيكون ما بين يون وجون خطوات ويقبض عليه بيجي مكالمه ليون فيها ان جده تعبان جدا وانه فقد وعيه وده بسبب الصندوق اللي وصل له. وبيكون في صوره ليه زمان في باريس مع كاميليا، وان بكده هتكون كاميليا هي المستفيده من ورا تراثهم، وانه كده يعتبر باع التراث القديم بتاعهم مقابل الفلوس اللي هياخدها لنفسه. ولما بتعرف كاميليا ان ده حصل وبتوصل للقريه بتلاقي ان ليه هو اللي بقى مسؤول على امور القريه بموافقه اهل القريه، وبتقرب منه هو وبتختاره علشان يوافق لها على عرض الازياء. وهنا بيكتب شين رساله التنحي بتاعته وبيسيب حكم القريه خلاص. واخيرا بقى واثناء فتح البوابه بيدخل جون هناك، لكن ما كانش عارف ان فرحته مش هتكمل، وبيلاقي في وشه يون. ولما بيشوفه بتبدا بينهم المواجهه، وبيعرف يون من كلام جون انه عاش فقير طول حياته، وانه كان عباره عن خادم لعيلته، وانه بعد ما مشي من القريه كان كل همه بس ان هو يقضي على جده شين اللي كان بيعامله وحش جدا. وبيتاثر يون من كلامه، لكنه برضه بيقول له انه ما كانش ينفع اللي عمله ده. وبتيجي يي وبتقبض على جون وهي حزينه جدا ومتاثره عليه، وبتكون متاكده ان هو جواه شخص كويس. وبعد
وبعد ما شفنا ان كاميليا باعت شين واتخلت عنه، تعال اقول لك بقى انها كانت خدعه منهم بالاتفاق مع شين ويون اللي بيكونوا عايزينها تقرب من ليه وتكسبه علشان تعرف مين اللي ساعده ويعرف ايه بالظبط. طلعت اصيله برضه وما بعتش حبها القديم ولا حاجه. بيتم القبض بقى على جون وليه لمساعدته واشتراكه في المؤامره لسرقه التراث، وبيفضل جون يفتكر ذكرياته مع يي لان زي ما قلت لك في الاول ان كان في بينهم قصه حب لكن ما اكتملتش. واخيرا بيتم الاستعداد لعرض الازياء بعد ما كل الامور ابتدت انها تهدى شويه، وبتستضيف قريه سيونجسان فريق العمل كله علشان يستعدوا للحفل. واثناء ما كيم بتكون موجوده بتشوف عمنا تشيل اللي بيطلع في الاخر ان هو ابوها اللي سابهم من زمان، واللي لو فاكرين اللي حماه يون من العصابه وخلاه يستخبى في القريه من غير ما يعرف ان ابو حبيبته كيم. وبيبان على كيم انها ما كانتش عايزه تشوفه ولا حابه وجوده، وبيقعد يعتذر لها على الطريقه اللي سابهم بيها وانه ما قدرش يكون الاب والام ليهم بعد موت امهم، وانه بسبب الديون اللي حط نفسه فيها، وانه باع كل حاجه واتضحك عليه، وقرر ان هو يسيبهم ويلاقوا مصيرهم لوحدهم ويهرب هو بعيد. ووقتها لما بيقرر ان هو ينتحر بتنقذه العصابه وبيتعاون معاهم كمان، وبيقعد يحكي لها كل حاجه على امل ان بنته تسامحه. لكن كيم بترفض اعتذاره، وبيروح يون يقابل جون في السجن وبيبلغه سلام امه ليه، وبيساله اذا كان له علاقه بموت ابوه زمان لانه كان معاه ميداليه المفاتيح اللي كانت مع ابوه ساعه حادثه النار. لكن جون بينكر ان هو ليه علاقه بالموضوع وبيقول له ما تجيش تزورني تاني. واثناء ما جون بيكون معتقل بيحاول فوني ان هو يتخلص منه في السجن، وبيزرع شخص هناك كانه من ضمن رجاله البوليس عشان يموته. وبيترعب جون من احساسه في ان هو ممكن في اي وقت يموت، وبتروح له امه يوجو وبتزوره في السجن. ولما بيكون جون حاسس بالرعب بيطلب منها طلب غريب، وهي ان تبلغ يون ان هو عايز يشوفه ضروري. وفي القريه بقى بيفكر يون مع كيم ايه اللي ممكن يعملوه لاهل القريه علشان يكون شيء مفيد ليهم وما يضايقهمش عشان عادتهم وتقاليدهم. وبيفكر ان هو يبدا من الاطفال ويهتم بمواهبهم اكتر، وبيدعو هاك علشان يعلمهم الرسم. وكمان هيانج اللي سابت الشغلانه كلها ولقت نفسها بتحب تعمل القهوه علشان تعلمهم حاجه يحبوا يعملوها. وكانت يونا بتعلمهم فنون القتال. وبيظهر سعاده الاطفال واستجابتهم لكل اللي بيحصل. ووقتها بتشوف كيم قرب الاطفال وكل اهالي القريه من يون، وان هم بيحبوه وبيقدروه، وبتفكر هي ازاي هتاخده كده من حياته من وسط الناس اللي بيحبوه. وبتستشير نفسها هل تسيبه وتبعد وهي بتحبه وما تقدرش تستغنى عنه، ولا تفضل معاه وتتخلى على حلمها اللي كانت بتسعى ليه بقالها سنين. ولحد ما نعرف الاجابه بقى بنروح لجون اللي بيوصل له ان يون جاله فعلا وبيكون مستنيه في الزياره. واثناء ما هو رايح في حد بيخبطه بالسكينه في بطنه، وبيروح للمستشفى وبيكون بين الحياه والموت. اما عند كيم بقى بتقرر انها تقول له انها هتسافر باريس لوحدها، وبتقول له يا ريت يبعد عنها، وبتشكره على الوقت اللي كان جنبها فيه. وعلى الرغم من ان هو عايز يقعد في القريه وسط الناس، لكن كان مصمم ان هو يسافر معاها ويكمل باقي حياته معاها. بس هي ما حبتش انها تحرمه من اهله وحياته اللي اتعود عليه. وبيجي ميعاد الحفله بقى، واثناء اقامه الحفله بقى واستعداد الكل بيتم خطف كيم. وبنعرف وقتها ان اللي ورا كل ده هو فوني، واللي بيكون اصلا اسمه كي وكان مرافق شين ودايما كان معاهم في القريه ويعرف عنهم كل حاجه. وبيتصل فوني بيون علشان يقول له ان كيم معاه، وانه بالادب كده وزي الشاطر يجيب له صندوق شين اللي هو اصلا كان عايزه من البدايه، وده حاجه قيمه جدا في التراث بتاعهم. ويون فعلا بيسمع الكلام وبيروح ياخد ميداليه المفاتيح من اخته يي بما انها موجوده في الادله ضد جون، وبيطلب من جده ان هو يسلمه الصندوق علشان يستعيد بيه معلمته وحبيبته كيم. وفي الوقت ده بيكون جون ابتدى ان هو يستعيد وعيه تاني، وبيطلب من يي انها تتصل بيون. وبيعرف وقتها مكان كيو اللي محدش يعرفه غير رجالته. وبيوصل يون فعلا وبيحاول ان هو ينقذ كيم اللي بيسيبها وقتها كيو بيولع في المكان وبيهرب. لكن يون بيعمل كل حاجه علشان ينقذ كيم، وفعلا بينقذها وبيطلعها بره المكان. وبعد ما بيطمن يون على كيم بيجري ورا كيو لحد ما بيجيبه وبيقبض عليه. واثناء مواجهته بيه بنعرف ان كيو هو السبب في موت ابو يون، وانه من 17 سنه ضربه على راسه وسرق المفاتيح منه. وقبل ما ياخد الصندوق بيلاقي المكان ولع فبيهرب، لكن ايده بتكون اتصابت بحرق، وده اللي عرفناه من اول الحلقات خالص. وبيسلموا يون للشرطه اخيرا. وكده كل حاجه رجعت زي ما كانت والحفله اتعملت، وبتكون كيم هتحقق حلمها وهتسافر. وبتودع يون وكأن قصه حب كاميليا وشين بتتعاد تاني قدامهم. وبتودع كمان اخوها وابوها اللي علاقتها بيهم اتحسنت. اما يي بقى بتتخلى عن انها شرطيه وبتقدم استقالتها، وبتبلغ جون انها مستنياه وبتعتذر له على انها خدعته، وبتقول له انها في القريه لحد ما يخرج ويقرر ان هو يرجع لها من تاني. وبالنسبه لهاك بقى بينجح في مجاله، وكل ده بيكون بسبب ان ملهمته كانت يونا اللي بتكون معاه وبتحبه وبيفضلوا سوا على طول. وبتبدا يي ويون بقى ان هم يهتموا بشؤون القريه اكتر، وبيبدا يون ان هو ينفذ الخطه اللي كان عايز يعملها وازاي هيطور من القريه. ولما بيقرر شين ان هو يسيب امور القريه لحد منهم بتكون اللي جاهزه هي يي. وفعلا بعد كده بتكون هي حاكمه قريه سيونجسان، وده بتعرفه كيم اثناء تواجدها في باريس. وبتقول طب يا ترى يون هيعمل ايه دلوقتي بدل اخته هي حاكم القريه. وفجاه بتلاقيه في وشها وبيطلع قد وعده انه هيفضل جنبها العمر كله، وبيقول لها انه مستعد ان هو يستغنى عن قريته لمجرد بس ان هو يفضل معاها. وهنا بتنتهي احداث مسلسلنا
تتجنب لم الشمل أخيرا وبيعيشوا سوا في تبات ونبات. أشوفكم بقى في مسلسل جديد، سلام.